شهدت حادثة وقعت بين المدرب فوزي البنزرتي ولاعبه حنبعل المجبري خلال الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد جزر القمر جدلا واسعا، حيث أثارت العديد من ردود الفعل السلبية. الكاميرات التقطت لحظة غضب المجبري ورفضه للتفاعل مع مدربه، حيث تجاهل توجيهاته واكتفى بإشارة غاضبة بيده، وهو ما رآه الكثيرون علامة على وجود مشكلة في الانضباط داخل الفريق، مشيرين إلى احتمال خروج الأمور عن السيطرة خلف الكواليس. ويتوقع أن تحمل الساعات المقبلة إجراءات حازمة من قبل إدارة الفريق رداً على هذا الحادث. أما البنزرتي فقد قدم توضيحاً بعد المباراة بشأن الحادثة، مؤكداً أنه لا يتذكر التفاصيل جيداً، لكنه شدد على معرفته الجيدة بأخلاق حنبعل والتزامه تجاه الفريق الوطني، كما أشار إلى أن تصرفاته خلال المباراة قد تكون ناتجة عن حماس اللحظة، ودعا إلى عدم تضخيم الأمور والتركيز على المستقبل وما هو أكثر أهمية. من جانبه علق حنبعل قائلاً: هذا المعسكر كان تحدياً نفسياً كبيراً، لكن الفريق يكافح يومياً لتقديم الأفضل. نحب بلدنا وجميعنا نرتكب الأخطاء، نحن والجهاز الفني على حد سواء، ونحن بشر، بعض المشاكل تتجاوز قدراتنا، نحن والجهاز الفني، ونحن حقا بحاجة إلى دعمكم ومحاولتكم لفهمنا ومساندتنا.